السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ من النادي. النهاردة هعمل لكم المكرونة الالفريدو بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وهتوفر عليكي كتير جدا. ما تروحيش تدفعي بره بال200 جنيه، وانتي ممكن تعمليها في البيت باقل الامكانيات وبفلوس بسيطة جدا. اول حاجة هنجيب بصلتين، هنقطعهم زي ما انتم شايفين كده لقطع صغيرة، ممكن تقطعوهم في الكبة، ومعاهم حوالي 4 فصوص من الثوم، ونشوحهم في معلقتين من الزبدة. الزبدة انا بحبها جدا في الطبيخ، بتدي ريحه وطعم في منتهى الجمال. وبعدين نقوم حاطين الفراخ. عندكم بقى وراك فراخ، صدور فراخ، يفضل الصدور، بس لو عندكم وراك مفيش مشكله، تحطوها تتشوح كده في الزبده مع البصل والثوم. بعد ما البصله تصفر كده حاجه بسيطه، ما نسيبهاش كتير، نقوم حاطين الفراخ اللي احنا قطعناها، وطبعا بنغسلها كويس جدا وبنقطعها كده قطع صغننه. وبعدين نجيب كوبايتين من اللبن ونضيفهم على الفراخ، ومعاهم هنضيف ايه بقى البهارات والمكونات بتاعتنا. بنضيف معلقتين من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا، يعني لكل معلقه دقيق معلقه نشا، تمام. ومعاهم كوبايتين من اللبن، ومعاهم ملح وفلفل وبهارات اللي انتوا عايزينها، ومكعب من مرقه الدجاج. ضروري مكعب مرقه الدجاج عشان يدي طعم حلو، او لو عندكم شوربه تحطوها وبس. وتقلبوا على النار، شوفوا لحد ما يبقى القوام مظبوط. لقيتوا القوام لسه تقيل، بتزودوا عليه شويه شوربه او شويه ميه اللي متاح عندكم، وبس كده. والمكرونه بنسلقها عادي خالص زي ما انتم شايفين، ونضيف الصوص بتاعنا عليها، وبقى عندكم احلى مكرونه الفريدو ولا احسن مطعم. لو عجبتكم الطريقه شيروا الفيديو وقولوا لي رايكم. شكرا يا حبيبي.